اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون القناه في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي من اجل مصر. من اجل مصر كل ما هو جديد داخل اقليم القناه وسيناء ومحافظه الشرقيه. بنتكلم على التنميه، بنتكلم على المشروعات القوميه، بنتكلم على دعم الحكومه المصريه للمواطن المصري من خلال مشروعات بتقدمها له، من خلال طبعا يعني بنيه تحتيه كبيره بتقوم بها الحكومه المصريه في الاونه الاخيره. النهارده في حلقتنا من اجل مصر هنتكلم على التنميه الزراعيه في سيناء. طبعا سيناء وما أدراك ما سيناء، القطعة الغالية، القطعة الهامة جدا لمصرنا الحبيبة، جزء لا يتجزأ، سواء كان أرض سيناء أو أهل سيناء، كل الناس دول جزء لا يتجزأ من الوطن الأم مصر. مصريين على دراية تامة بأهمية الأرض، على دراية تامة بأهمية طبعا كل المشاكل اللي بتحيط بسيناء من كل ناحية، على دراية تامة بأهمية التنمية الحقيقية على أرض سيناء. هناك وعي، هناك ثقافة، هناك تنمية عظيمة بتتم على أرض سيناء، وده من خلال ناس واقفة وناس شغالة على هذا العمل الهام والشاق داخل سيناء، من خلال طبعا اساتذه جامعه، من خلال مستثمرين، من خلال مزارعين، من خلال ايضا اهل سيناء المخلصين. كل ما هو جديد معانا من اجل مصر. النهارده هنتكلم عن سيناء وعن التنميه الزراعيه في سيناء من خلال حلقتنا من اجل مصر. خليكم معانا بعد الفاصل. يا مشاهدينا الكرام من أجل مصر، وهنتكلم النهاردة عن سيناء والتنمية في سيناء، وأهم حاجة في تنمية سيناء هي التنمية الزراعية. التنمية الزراعية يعني توطين للناس، يعني مساحات خضراء كتير، يعني قضاء على البطالة، توفير فرص عمل، وأيضا إنتاج من طبعا كل الخضروات والفواكه والحاجات الجميلة دايما اللي بتشتهر بيها سيناء الحبيبة. النهاردة من سيناء هنتكلم عن سيناء في الزراعة والعلم والتطبيق في مجال الزراعة داخل سيناء. سيناء الحبيبة طبعا لها أهمية خاصة عند القيادة السياسية. سيناء الحبيبة لها أهمية خاصة عند كل مصري مخلص عاشق لوطنه. كل العيون تتجه ناحية سيناء، فلذلك هناك تنمية تتم على أرض سيناء، ولابد من وجود تنمية حقيقية على أرض سيناء. مشروعات عدة على أرض سيناء من هدف أو هدفها تحقيق التنمية الزراعية، زي صحارات سرابيوم وتوفير المياه الزراعية لعدد كبير ومساحات كبيرة جدا من الأراضي الزراعية في سيناء. ده كان له دور هام جدا وله دور كبير جدا في الاهتمام بالثروة الزراعية أو التنمية الزراعية في سيناء. المستثمرين اللي بعدوا بيروحوا سيناء أكيد لامسين على الأرض الواقع المشروعات اللي بتتم، وأيضا سهولة العبور من وإلى سيناء طبعا المتواجده في بورسعيد والاسماعيليه وانفاق طبعا السويس. كل الحاجات دي بتسهل عمليات العبور، بتسهل التنميه، بتسهل طبعا توفير كل ما هو يخص التنميه والمجال الزراعي في سيناء وغيره وغيره. النهارده في حلقتنا من اجل مصر هنتكلم مع ضيوفنا الكرام اللي جاي لنا النهارده من سيناء، من مدينه العريش والشيخ زويد بسيناء، واللي بنرحب بيهم واللي عايزين يتكلموا عن الزراعه والتنميه الزراعيه واهميتها ايضا. وهناك ايضا نصائح وهناك ارشادات هتتم للساده المزارعين والمواطنين في ارض سيناء. ارحب بضيوفنا الكرام النهارده الاستاذ الدكتور محمد نجاتي، عميد كليه العلوم الزراعيه البيئيه بجامعه العريش. اهلا بك يا اهلا دكتور وسهلا. محمد. وارحب ايضا برجل الاعمال او رجل التنميه الزراعيه، احد رجال التنميه الزراعيه بسيناء، الحاج عاطف كرشيان، احد مزارعي الزيتون بسيناء. اهلا اهلا بك يا حاج وسهلا بيك. عاطف. الله يطول. منورين معانا من اجل مصر، اهلا وسهلا. وان شاء الله باذن الله في بدايه حلقتنا اللي بنستهلها طبعا مع السنه الجديده 2020 من سيناء، واللي بنقول لكم فيها كل سنه وانتم طيبين، ويجعلها سنه خير وسعاده وامن وامان على مصرنا الحبيب. سلوم ومن
باذن الله في امن وامان في ظل وجود جيشنا العظيم وشرطتنا الباسله والسيد القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 1026. محمد بنقول لك كلنا وحضرتك طيب. كل طبعا الساده يعني متواجدين في الكليه، طبعا هيئه التدريس وطلبه ايضا والمزارعين، كل سنه وانتم طيبين. صح وحضرتك طيب. يعني دكتور محمد، خريطه التنميه في سيناء لها اهتمام كبير من القياده السياسيه، والتنميه الزراعيه اهتمام اكبر كمان شويه، والاراضي اللي كان السيد الرئيس اعلن عنها ان احنا عندنا نص فدان يمكن معظمهم كان قضوا على ارض سيناء الحبه. عايزين حضرتك مدى التفاعل بينه وبين وبين ايضا الطلبه داخل الكليه في التنميه الزراعيه في سيناء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر سيادتك على شكرا. والتنميه الزراعيه في شمال سيناء. بصراحه هي الدوله على راسها القياده السياسيه مهتمه جدا، ومن اولوياتها التنميه الزراعيه في شمال سيناء. دي ضمن خطه تنميه شامله الاستثمار على مستوى مصر. فطبعا زي ما حضرتك قدمت ان الاولويات من اولويات الدوله هو تنميه في شمال سيناء، مثلا التنميه الزراعيه. طبعا هناك شواهد كثيره في تدل على اهتمام الدوله بالتنميه الزراعيه في شمال سيناء. طبعا الانفاق الموجود اللي تم انشائها، وصول المياه المعالجه لمساحات واسعه من الاراضي الزراعيه او المستهدف زراعتها بالظبط. انشاء التجمعات التنمويه الزراعيه، يعني تقريبا 18 تجمع تنموي، 7 في جنوب 13 في شمال سيناء. دي طبعا هتؤدي الى التوطين والى الاستقرار والى ان يكون في مفيش فرق بين سيناء والوادي، يبقى في تلاحم وهجره من الوادي الى سيناء، وده المستهدف الاساسي. مشاريع طبعا في مجالات مختلفه، مشاريع من المزارع السمكيه، مشاريع في انشاء المراكز التنمويه برضو خاميه عن طريق مركز البحوث الصحراء في هذه التجمعات التنمويه الزراعيه لخدمه توفير الخبره وتوفير النصائح وتوفير الدعم الفني. اهتمام طبعا الدوله بتوفير البنيه الاساسيه من طرق و يعني مشاريع كثيره في البنيه الاساسيه بتوفرها الدوله. طبعا في من مشروع كبار موضوع الميناء، العريش والخط سكه الحديد. طبعا برضه كل دي عوامل كبيره جدا حقيقيه هتؤدي الى تنميه وبالاخص الزراعه. اذا يا دكتور محمد، التنميه دلوقتي تسير على قدم وساق، مش بس كلام وعناوين بنقولها في الجرايد او في التلفزيونات، لا دلوقتي بقى في واقع حقيقي ملموس فعلا. يعني فعلا يعني والواقع دوت فعلا يعني كان ملموس اكثر بعد تحقيق الامن والامان في شمال سيناء، بعد الفتره اللي قضيتها في مكافحه الارهاب، في القضاء على الارهاب طبعا. فحاليا بامانه في شواهد وفي على الواقع، لا في نتيجه الامن والامان اتحقق، بدا الناس تحس بالاستقرار، بدا الناس تحس بالامان، فبدا فعلا الناس تهتم بتوسع في الزراعي والتنميه الزراعيه. وده اكبر مثال عليه اللي هو توسع في مساحات اشجار الزيتون في شمال سيناء. طيب جميل. اشجار الزيتون بقى، نروح للحاج عاطف اللي طبعا بنرحب بيك مره تانية وبنقول لك سنه سعيده ان شاء الله على كل اهل سيناء وكل المزارعين المخلصين الوطنيين اللي متواجدين على ارض سيناء، واللي عايزين ينموا واللي عايزين يعملوا طبعا شكل اخضر لسيناء، نغير الخريطه بقى زي ما بيقولوا ونخليها باللون الاخضر، اللون الجميل، لون الامن ولون السلام على ارض سيناء. احنا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بشمال سيناء. الرئيس تمام يعني مهتم بشمال سيناء طريقه غير عاديه، لانه في الجوره عمل مدينه باسم مدينه السيسي. بسم الله ما شاء الله، يعني جميله جدا. يعني في اعمار في شمال سيناء هايل بعد القضاء على الارهاب. يعني غير عادي جدا. الجبل اللي ما حدش يقدر يعني جبل يخترقوا او يدخلوا. الجبل صار الجبل اللي انزرع زيتون، وبسم الله ما شاء الله ده كله عرفناه بعد الرئيس ما جانا وحس بمشاكل اهل سيناء ولمس الموضوع بالزبط. بنفسه، فادى توجيهاته بسرعه التنميه. دلوقتي وانت ماشي على الطريق من الجبل بتلاقي اشجار زيتون كلها. المزارعين بداوا يهتموا بالزيتون
غير عاديه، طريقه غير عاديه. يعني لغايه دلوقتي يمكن عدت ال 200 مليون شجره زيتون في شمال سيناء. ما شاء الله، ما شاء يعني الله. انجاز يعني، ولسه في اعمار في شمال سيناء. يعني نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكر الحاج ابراهيم العرجاني، بسم الله ما شاء الله، يعني مهتمين بشمال سيناء يعني الناس ما بتتاخرش يعني الناس ما بتتاخرش. طيب القضاء بدا دلوقتي يبقى في مزارع، وبدات الناس ترجع تزرع تاني، وتنميه حقيقيه في الاراضي. اذا في البطاله، في ايدي عامله دلوقتي محتاجه ايدي عامله. دلوقتي في الجوره صارت تزرع شمام وطماطم وتفاح وزيتون. تمام. الجوره دي منطقه الجوره اللي كان ما حدش بيقدر يعديها. بسم الله ما شاء الله، يعني فتحت فيها. والخروبه صارت رجعت ترجع زراعه الشمام، الكنتالوب والطماطم والطويل، يعني بسم الله ما شاء الله. والوادي العريش